المهم يا جاكسون، قوم فرفشني شويه ومرقص. كلام يكون حلو، ما برقص انا. هو ايه اللي ما برقص؟ واقف مصدوم في مرايتي، حبايبي اللي قتلوني. المهم يا جاكسون، قوم فرفشني شويه. ده لوسي ابن طنط فكيهة. سبح. ومرقص. كلام يكون حلو، ما برقص انا. هو ايه اللي ما برقص؟ انت عارفه ان كلمتي مش ممكن تنزل الارض ابدا. حبيبي ماجستير في الراب يا ما شاء تمام. الله. انا واحده وبقول لك يا جاكسون، انا ما بقتش عايزاك في حياتي ولا في جولاتي ولا في لايفي. لا بس ما ينفعش الكلام ده راجل، بس انا عايزك يعني في حياتي. ما ينفعش الكلام ده كده، انت مزعليني جامد. عايزني في حياتك ازاي يا جاكسون؟ يعني فاهم، يعني احنا اصحاب من زمان بره، حتى بره الابليكيشن. يعني فاهم، ما حصلش حاجه لده كله. انت مثلا مش بتعز عليا، ممكن اقول لك يلا صح، بابي فوق الجمل، وعلى طول بنزل زي ما بعمل اي حد. بس لا، انت مثلا كده، الابليكيشن كده وانت كده، فاهم؟ في معزه فعلا، ما ينفعش. حتى انت بتقولي مثلا الحكم ايه، تعمل لي بلوك تليجرام، بلوك انستجرام، بلوك كذا. ما ينفعش الكلام ده. انت مش حد عادي، ولا مثلا انا حد عادي. اسمعني يا جاكسون، انا كان ممكن انهيها بشكل تاني غير ده، وبشكل بشع وقذر، ولكن انا حبيت انهيها بالادب معاك وبالاحترام، لان انا اتعودت ان النهايات بتبقى اخلاق. ما ينفعش انهي علاقتي بشخص او بحد بطريقه مش كويسه. كان ممكن اعمل لك بلوك من كل مكان، اوكي؟ بس انا حبيت اقول لك كده كل ادب واحترام. خلاص يا جاكسون. فكر تاخد لقطه عليا؟ لا انت ولا بلدك تعرف تعملها معايا. نعمل بلاش البلد، بلاش البلد. ليه اعمل كده معاكي؟ اقول لك مثلا، انت مثلا انا بقى تقول لي موضوع لقطه وكده، مش هيرجع مبدئيا. ماشي، بقول لك ايه اللي يرضيك، مش بيقول ايه اللي يرضيكي. ما هو كده كده مش هيرجع. ليه يا عم، ليه؟ ايه اللي حصل ده كله؟ بطل دول المسكين اللي انت عايش فيه ده. بص يا جماعه، في عيونكم دماغ الواد ده لما بيبقى عامل مصيبه واجي انا اتكلم معاه كده، ايه اللي يرضيكي؟ انا عملت ايه؟ عملت ايه عشان يصعب عليكم؟ ماشي، يا جماعه انا عملت ايه عشان تصعب على الناس؟ عشان تصعب على الناس يا مستعطف، يا مستعطف، مستعطف، ماشي. هنا مستعطف. انا بقول لك من هنا، لو غلطه حصلت تاني بلوك على طول. تاني حاجه حقك عليا، ما تزعليش مني. بس مش اي غلطه، ولا اسالك اسئله تاني، ولا اهزر معاكي، تهزري معايا عادي. الكيسه دي يالا ما لقيتش غير الكيسه دي. مكتوب عليها جاكسون اهي، كاتب لي عليها بالقلم جاكسون، كاتب على الكيسه جاكسون. ما لقيتش اسمع غير يا الكيسه مهزأ، دي. مش انا قابلتك وقلت انا لي شفت ناس كده خالص كده. هو انا مش قابلتك عند مدام وقلت لك ما تعملش في وبحبك. نفسك كده؟ قلت لي انا مبسوط بكده، ولا انت متضايق عشان انا الريتش بقى عندي حلو؟ يا مهزأ على الترابيزه لما قعدتك على الكرسي مكاني، انت تجيب قميص نوم لواحده يا مهزأ، واحده عندها اهل، هو كل واحده محترمه تجيب لها على اللايف قدام 5000 واحد قميص نوم يا مهزأ؟ يلا يا مهزأ تجيب لي واحده قميص نوم يا مهزأ. رضيتك وعملت اللي عليا وطلعت الحاجات. رضيتها ايه؟ هو انت خبطت فيها في المترو يا مهزأ؟ رضا ليه كده عشان مزعلني؟ انت جايب لها قميص نوم يا مهزأ يا مهزأ. انا كان قصدي بس افرحك. تفرحها انت جايب لها حلاوه المولد، تفرحها وانت جايب لها حلاوه المولد، جايب لها قمصان نوم يالا، وانت تفرحها انت جبت لها كعك العيد، تفرحها جايب لها شنطه رمضان، جايب لها قمصان نوم. ايش بينك وبينها لما قمصان النوم دول بيجيبهم واحد لمراته، انت ايش بينك وبينها عشان تجيب لها قمصان نوم؟ وشوف اللي عايز ياخد سكينات ياخد سكينات. الحاجات دي مش ليها، ده اول واحد. ده كمان مش ليها. الحاجات دي مش ليها. اقدر انضف من كده واكبر من كده. انا بس ايه وهيكبر حبتين. دي الحاجات دي مش لهاجر. دي كنت جايبها لحد من عندنا او لحد قريب. حاجة عليها ما تزعلوش. مش يا جماعة الاتنين في الموضوع ده، الحاجات دي مش ليها. حقك عليها ما تزعليش منه. يا مرضية يا ستي.
هتضحك بعد كده راحت نزلت. قلت لها خلاص يا هاجر دي حاجه مضايقاكي، انا اسف ليكي، والحاجه دي مش بتاعتك، الحاجه دي انا جايبها ليا. انا مسكت كده البتاع وقلت ده ليا 3 مرات، والناس صورت، قلت لهم صوروا يا جماعه مش هتكون مرضيه. يعني انا راجل سمعتي عادي، راجل يومين الناس هتنسى، لان اصلا هي ما عملتش حاجه، بس كانت قاعده بتتفرج. صوروا كله يصور اهو. قميص نوم لجوزها كانت بتقصوله، كل الناس هتنسى يا مرسي، انما لما راجل يتصور بقميص نوم مفيش كلب في المنطقه هينساها. وانت يا هاجر كنت مسميها ايه؟ كنت مسميها مصيف. ماشي. السلام عليكم. ابو المطارز. يعني عايز اقول لكم وصارحكم بحاجه، ان دي نوع من العلاقات اللي موجوده في الحقيقه. يعني في ناس في الحقيقه هو ده فعلا بيحصل، وهو جاكسون كده في الحقيقه. انا عارف ان بقول لك ايه، قسما بالله ان في ناس كده في الحقيقه. ده بص، بس لا، ده الموضوع ده مش هسيبه يعدي ابدا. وبعدين كانت مسمياه كده، انا قلت بقى هيطلقها مثلا، هيقفش عليها، قام دخل معاها جست بعد كده وقال لها الموضوع ده متكرروش تاني. دي لو سألوني عن ممكن عجيبة من عجائب الدنيا السبعة، ممكن دي تبقى التامنة. العلاقة دي علاقة يعني رمة، حاجة عرة بجد. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ الواد ده خارق، الواد ده انا لا 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 اجيب اني وارجع اجيبهم تاني ماشي. بس عشان انا عايز اقول لكم حاجه، اللي حصل النهارده ده، هي الساعه دلوقتي 5:10،